يلا نبدأ بقى ونقول ايه بسم الله ونعمل احلى رز بلبن. كوبايتين رز مغسولين كويس، هنحط عليهم 4 كوبايات او مجات مية تكون مغلية، وهنسيبهم على النار يغلوا غلوة بسيطة، وبعدين نهدي النار خالص 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 عليهم. بجد بجد هتاكلوا احلى رز بلبن، ولا بقى محلات ولا غلا ولا انت مش عارفة بتاكلي ايه، حاجة بيتي كده نضيفة كده، معمولة بمزاج وبحب كده. هنا كده حطيت المية على الرز بعد ما غسلته كويس، وهسيبه كده على نار. اول ما غلى هوطي خالص، اول ما غلى كده اوطي خالص على نار هادية عشان الرز معايا يستوي. ودي المكونات اللي معايا: كوباية سكر، كيس لبن، ايه تاني، فانيليا، وعلبة قشطة. هنا بقى بدأ الرز يستوي ويشرب المية بتاعته. حطيت اللبن، عندك لبن عادي تمام، انا حبيت ان انا استخدم اللبن الجاهز ده. وبدأت ان انا اقلب فيه كده علشان اللبن يمتزج مع الرز كده ويتشرب من بعض. وهنا بقى ضفت كوباية السكر ده حسب الرغبة انتي ومزاجك، حابة تزودي تمام، مش حابة براحتك، دي مذاق بتاعك بقى حسب ما انتي بتحبي الحاجة مسكرة قد ايه. وهنا حطيت الفانيليا. الفانيليا دي جميلة جدا وقوية قوي، بحبها جدا عن الاكياس الصغيرة دي، بحسها ان ملهاش لازمة، تبقى سكر على الفاضي. الفانيليا النوع ده او اللي هي السايبة بتبقى تحفة. وهنا علبة القشطة دي بتودي الرز بلبن في حتة تاني خالص، بتخليه كده جامد اخر حاجة. وتفضلي بقى تقلبي بقى تقليب مستمر كده لحد ما كله يتمزج مع بعض. نسيت اقول لكم، كان في مكون كده اساسي مع الحاجات اللي موجودة، كان في كيس نشا. عندك عايزة تجيبي السايب ده تمام، عندك سايب تمام، عايزة تجيبي الكيس المغلف ده مفيش مشكلة، كل هيقضي الغرض، اللي موجود عندك في البيت مش هيقول لا. وهنا الخليط بقى بدأ يتمزج كده، والقشطة بدأت تدوب كده في قلب اللبن والرز. بجد بجد طعمه روعة، هتنسوا بتاع بره خالص، مش هتشتروه خالص، هتبقوا مدمنين ان انتوا تعملوه في البيت. وبدأت اهدي برضو عليه النار شوية واسيبه عشان ايه يتشرب مع بعضه ويبدأ يتقل كده. وبدأت ان انا هنا اضيف عليه النشا. دوبت النشا على مية باردة او معلقتين شوية لبن، او مفيش لبن عندك تاني ممكن شوية لبن مية بس تكون ساقعة، وتدوبي فيهم النشا وتبدأي ايه تخلطي برضو الخليط كله كده عشان يربط ويتقل مع بعض. تقليب مستمر شوية كده بتاع 3 دقايق او دقيقتين بالظبط لحد ما يبدأ القوام بتاعه يتقل ويتمسك كله كده مع بعض. لو وصلتي لحد هنا ولسه بتتابعيني كوني من اي مكان بتتابعيني، وما تنسيش اللايك والشير، بحبكم بموت فيكم. هنا بدأ يتقل بقى اهو معايا، شفت القوام بتاعه تقل ازاي، ده القوام المظبوط بتاعه، فظيع حلو جدا، مش بيشقق ولا اي حاجة اهو. في تكاية بقى بسيطة، دي اخر حاجة بقى، معلقة سمن بلدي بتوديه في حتة تانية خالص خالص، بتعزز بقى الطعم وبتخليه كده ايه جبار. جربوه بس بطريقتي دي وهتدعولي بجد مش هتندموا. شوفوا القوام بتاعه بقى تقيل ازاي وحلو ازاي. سيبته يهدى بس كده بتاع 5 دقايق كده، وبدأت ان انا ايه اصبه كده في القوالب اللي عندي او الكاسات او العلب او اي حاجة عندك. بجد انا كده كان عندي العلب الصغيرة دي، بدأت ان انا احط فيها مع
البولات دي بجد كان طعمه روعة. جربوها ومستنية تعليقاتكم وآرائكم فيه. بحبكم، بموت فيكم. باي باي.